يا صباح الخير، شلونكم بنات؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وانتم راح تشاهدون فيديو اليوم. طبعا الفيديو راح يكون منوع بهواي شغلات. اول ما راح ابلش وياكم طلعت البانية من المجمدة بعد الثلج هنا على ما تموع، وبصل وثوم ومعجون. طبعا لا تقول البانية ما يتخلى عليها بصل. اكو هواية ناس ما يخلون بصل على البانية، بس اني لا، يعني اخلي بصل وثوم. يعني هسه راح تشوفون الطريقة شلون. بس على ما تموع البانية، وشو رأيكم نجي اراويكم الطلبية. قبل كم يوم طلبتها. هو يكون الثلاث قطع، يجي وياه شورت، هاي ابو جامة، ويجي وياه شورت، ويجي هنا التيشيرت. بس طبعا انا شفته بالصورة، بس اخلي لكم صورته. انا شفته بالصورة بس ما انتبهت، عبالي يجي كله لون واحد اصفر. هذا يجي على لون يعني برتقالي، على لون مثل لون اليقطين هيك شي يعني. فهو حلو باللبس، كلش حلو، مو كلش متناسق وياه، بس على العموم يعني هو حلو كلش، عجبني. القماشة مالته كلش حلوة، تخبل. قماشة البيجامة حلوة، وقماشة الفانيلة حلوة، بس كل وحدة قماشتها تختلف. هاي القماشة تقريبا بيها نسبة نايلون، وهذا لا فانيلي. هذا سعره 13، بس يعني باللبس بنات كلش حلو صراحة، يعني حيل حب الليل قسته وشفته عليه، يعني كلش حلو عجبني. وهسه بعد ما شفنا الطلبية مالتنا، نروح شو نسوي؟ نغسل الصحيات، نغسل المغسلة وننظف تنظيفات منا، وبعدها نرجع للغدا. وبعد ما خلص رمضان وخلص العيد، رجعنا لروتيننا اللي يوميا نقعد نفس الروتين ونفس الشغل ونفس التنظيف، يعني ماكو شي جديد. هنا بعد ما دزيت الجهال للدوام، بنتي الصغيرة اليوم تستلم النتيجة، لأن صف أول ابتدائي امتحنوا وخلصوا، وابني صف خامس أول يوم إلى امتحان، وابني الكبير بعده يدرس. وأعتقد اليوم ينطونا النتيجة إذا كان معفي أو لا. لأن يعني ينطونا نص المواد معفي بيها الحمد لله. ومثل ما شفتوا بنات، أنا هاي الجلافة مخليتها خاصة للمغسلة، لأن يعني الجلافة مالتها تشكل رغوة قوية، فيعني أغسل بيها براحتي، مو مثل الإسفنجة أو مثل هاي الجلافات العادية أو الفرشة، ما يعني تنطى رغوة. يعني من تغسلين وتحسين أكو رغوة قوية بالمغسلة أو بالمكان، تحسين أنه هو فعلا تنظف، مو مثل ما برغوة تحسين يعني هيجي. وغسلت هاي يعني من جوا المغسلة همتين غسلته فد مرة، لأن يعني أني طابق فوق والسطح قريب علي، فيعني أعاني من سالفة التراب. يعني لازم يومية، وكأنه ما يعني ما جايسة الأشياء، لازم يومية واحد يمسحهن وينظفهن، لأن يتربن وينملن تراب. لما رحنا للزيارة المشاية تقريبا ظلينا 3 أيام. لمن اجيت لقيت يعني حتى الكنتور، الملابس اللي معلقة بالكنتور متربة عليها تراب، بالاخص اكثر شي الملابس الاسود يعني اعلقهم. وهنا انا خلصت غسل المغسلة، وقلت خلي اغسل الاطراف الحائط اللي عليها يصير بهم تراب. طبعا هسه بعد ما خلصت من الصحيات، طبعا ما حبيت اطلع لكم شلون اغسل الصحيات، لان قلت غير لائق اني اطلع لكم شلون اغسل الصحيات. فهسه راح نبلش بالغداء. راح اروح انقع تمن، وبعدها ابلش بالمرقة واكبس التمن. وهنا أنا رجعت ملجت العجين مرة ثانية، وطلعت صابونة خليت على المغسلة، لأن هاي الصابونة خلصانة، فخليت صابونة جديدة على المغسلة. طبعا هاي حمالة الصابون اشتريتها وندمت، لأن الفتحات مالتها كلش كبار، يعني الصابونة بس تصغر شوية تظل لما تخليها يعني تطيح على المغسلة، وكلش طوجنا وتنقع بالمغسلة، يعني حيل ندمت من اشتريتها. قلت ان شاء الله لا اطلع مرة ثانية اشتري غير نوعية، هاي ما اريدها بعد. وهاي هنا أنا مثل ما شفتوا طلعت خليت البصل والثوم
والبهار حمستهم. طبعا أخلي أنا دائما أخلي البصل والثوم أخليهم كبار، لأن إحنا ما نحب ناكلهم بالمرقة، ويعني وجهالي يدققون كلش، فأخليهم كبار حتى يسهل عليهم طريقة يعني يطلعونها من المرقة. وخليت البانية لأن البانية مجمدة تحمل يعني أحمسها. البانية اللي إحنا نجمدها ما تحمل بساع تنمرد، يعني أكمل المرقة وأحمس المعجون وأخلي المي وأخليها يعني تفور لحد ما أخليها تربط شوية تصير ثخينة، وأخلي عليها البانية يلا أطفيها. بس هاي البانية لأن مجمدة أصلا، هي يعني جاهزة مجمدة، لا شوية صلبة فتتحمل يعني حمس وتتحمل تستوي. وهاي هنا منقعة تمر قبل فترة، وهنا بالشعرية بنات احنا هاي نسميها حلاوة شعرية، انتم شو تسمونها؟ اكو بيهم يسمون حلاوة، واكو بيهم يسمونها بس يعني شعرية، او بيهم حلاوة احنا بالنسبة لنا نسميها حلاوة شعرية. بعد ما اعرف يعني بكل محافظة تختلف لهجتها عن الثانية. المهم حبايبي هنا خليت التمن هماتين وشلت من المي مالته، نبيت المي الحار مالته وخليته لما يعني شي حركته شوية ويا الشعرية يمنى يسرى، وبعدين طبقتهم وخلصتهم وكملت من هنا. أنا عندي خليت ملح بنات، مو عبالكم أخلي ملح هواي، لا هاي نوعية الملح هاي ما تملح قوي، يعني إيش ما أخلي باهت، فصرت أكثر ملح. ووصلنا التهدير التمن، قلبته وجه واحد وخليته بعد نصيت الطباخ عليه. بنات صدقن من أشوف الفيديو مرات وأشوف شلون سريع، يعني أقول أتمنى بالحقيقة أن هيجي أشتغل سريع، أو يعني الشغل يخلص بهاي السرعة، بس ما تتوقعون شلون واحد يعني يتأخر بالشغل، وبعد يعني شغل واحد يشتغل على كيفه. وهاي هنا نختمون عجيني بس دائما يعني الشغل ياخذ من عندنا وقت، والتصوير ياخذ من عندنا وقت، والمونتاج أيضا ياخذ من عندنا وقت. لهذا السبب مرات يعني أخلي كل يومين يلا أنزل، أو مرات بين يوم ويوم، يعني يوم أصور بيه وأمنتج، ويوم يعني مثلا أنشر وهيك شي. هنا أنا أجيت أخبز، طبعا هذا التنور مالتي برا بالسطح، وهاي الأغراض داير ما دايري هي أغراض زوجي يشتغل بيهم. وهذا أول خبزة، طبعا أول ما طقيت أول خبزة المخبازة اشتعلت وصارت تنقط على رجلي كلش، يعني أذتني والله شوية صح قليلة، بس حسيت يعني الجلد مثل وكأنه ما شوية يعني جف، من أحرك رجلي أحس فد شي يعني شي جلد مثل انفتح أو هاي، ما كنت منتبهت إلا بعدين انتبهت إن هي صارت مثل طقاقة. وهنا أنا خلصت الخبز، وهنا أنا خلصت الغداء، وهذا شكلنا النهائي. ولهنا حبايب وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا بيه، وإذا كنتم أول مرة تشوفون قناتي أتمنى تشتركون بيها. أترككم في أمان الله.